شركة ادوبي غيرت قواعد اللعبة في الذكاء الاصطناعي. بص يا سيدي، الاول كنت بتتعب في ضبط منظور الاوبجكت، وكنت بتدور على تصميمات، وكنت بتدور على صور منظورها مناسب للتصميم. دلوقتي خلاص الكلام ده بقى زمان مع التحديث الجديد للفوتوشوب. دلوقتي مثلا معانا تصميم زي ده، وانا محتاج صورة العربية بزاوية مختلفة، ودورت عليها كتير ومش لاقي صورة مناسبة. كل اللي عليك هتعمله معايا صورة العربية والخلفية، ممكن نحدد لير العربية كده وندوس على العلامة دي ونختار روتيت اوبجكت. دلوقتي هيحمل معانا ثواني ويخلينا نقدر نتحكم في الصورة اكنها 3D. نقدر نتحكم فيها، نحركها يمين، نحركها شمال، فوق، تحت، وكمان نعدل المنظور بتاعها. وطبعا انت شايفها كده بجودة ضعيفة ومبكسلة، لكن لما بتدوس دون الصورة بترجع للجودة بتاعتها. بعد كده ممكن ندوس على هرمونايز عشان ندمجها مع الخلفية ونعمل شادو سريع ومع شوية التفاصيل بتاعتنا في التصميم. بس كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعني عشان اللي جاي اجمد ان شاء الله.